صحراء، حر، قبايل، كل واحد شايل سيفه وبيقول دي أرض. مفيش دولة، مفيش نظام، مفيش حاجة اسمها ضريبة. يعني جنة الحرية قبل ما نكتشف إن الحرية من غير نظام، فوضى على رمال ساخنة. من وسط المشهد ده طلع مشروع سياسي عبقري، نلم الناس حوالين فكرة ونلم الفكرة حوالين سلطة ونقول لهم مبروك بقيتوا دولة. أهلا بيكم في حكاية السعودية. من خيمة لنطحة سحاب، ومن سيف لنفط، ومن مين دول اللي لازم ناخد رأيهم قبل أي قرار عالمي. ومن هنا تبدأ قصة السعودية. دولة بدأت صغيرة، بعد كده بقت قوة إقليمية مؤثرة عالمية، والسر السياسة والموارد والذكاء الاستراتيجي. في القرن ال 18 نجد والحجاز كانوا قبائل متفرقة، كل واحدة ليها سلطانها. محمد بن سعود شاب طموح تعاون مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكرة بسيطة، الدين كأداة للوحدة زائد القوة العسكرية كأداة للسيطرة. قبائل متفرقة، كل قبيلة عندها زعيم، طبعا كل زعيم شايف نفسه رئيس جمهورية الصحراء المتحدة. هنا يتدخل محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. واخدين بالكم؟ سياسي وشيخ، تحالف لو نزل الانتخابات دلوقتي يكسب من اي جولة. الفكرة كانت بسيطة، الدين يوحد الناس والسيف يقنع اللي مش مقتنع. سياسة واقعية جدا، ما فيهاش شعارات، ما فيهاش مؤتمرات، فيها رسالة واحدة بس، احنا مع بعض واللي مش معانا هيبقى معانا غصب عنه. الدولة تقوم وتقع مع أول تجربة حكم. الدولة السعودية الأولى كبرت، سيطرت، انتشرت. بس المشكلة إن أي مشروع سياسي لما يكبر لازم حد يقول له أنت رايح على فين. العثمانيين قالوا الكلمة دي، ومحمد علي باشا قال ما أخش أنا كمان أشوف الموضوع ده. والنتيجة الدولة وقعت والحلم اتكسر والدرس كان قاسي جدا. القوة لوحدها مش كفاية، الدين لوحده مش كفاية، لازم سياسة النفس الطويل. وده خلى الأجيال اللي بعد كده تتعلم الدرس إن القوة بتحتاج لتخطيط طويل، والتحالفات مع القبائل مش ثابته، والدين والسلطه لازم يكونوا متحدين لتحقيق الاستقرار. بعد انهيار الدولة الأولى والهزيمة على إيد محمد علي، محاولات كتيرة لإعادة الوحدة بدأت في القرن ال19. وهنا ظهر آل سعود مرة تانية. آل سعود رجعوا، بس المرة دي أذكى، أهدى، أقل اندفاع. يعني بدل إحنا الصح والباقي غلط، بقت تعالى نتفق، ولو ما اتفقناش نشوف حل تاني. السياسة بقت شغل مخ مش شغل سيف. الملك عبد العزيز الراجل ده كان ذكي جدا، وجمع كل القطع، تحالف مع القبائل، حكم ذكي، زائد استراتيجيات سياسية هتساوي توحيد شبه الجزيرة العربية. الحروب كانت جزء من الخطة، لكن الدبلوماسية لعبت دور أكبر ما تتصور. الملك عبد العزيز الراجل اللي فهم اللعبة صح، مش بس بيحارب، لكن تحالف، يناور، تنة، ويضرب في الوقت المناسب. يعني مش كل مرة تشوف مشكلة تطلع سيف. سنة 1932 تم الإعلان عن المملكة العربية السعودية، يعني باختصار الصحراء بقى ليها دستور. سنة 1938 اكتشفوا النفط في الزهران، والسعودية بقت قلب الاقتصاد العالمي. فجأة السيف اتحط في المتحف والنفط مسك المايك. من دولة فقيرة لدولة العالم كله محتاجها. بقى عندك نفط يبقى عندك سياسة، واصحابك يكتروا حتى لو مش شبه. الدولة الصغيرة في البداية بقت لاعب أساسي في السياسة الدولية. السعودية ما وقفتش عند النفط بس، السياسة الإقليمية والدولية بقت أهم شيء بالنسبة لها. استخدمت الدين والاقتصاد والتحالفات عشان تبقى دولة مؤثرة عالميا. توازن بين أمريكا وروسيا والصين، كل خطوة محسوبة بدقة. السعودية فهمت درس كويس جدا، ما تلعبش مع طرف واحد. أمريكا حاضر، روسيا حاضر، الصين أهلا وسهلا. سياسة توازن، مش سياسة أنا معاك ضده. وده فرق بين دولة بتعيش ودولة بتكمل. مملكة من صحراء متفرقة لقبائل متناحرة إلى دولة موحدة ونفوذها يمتد عالميا. عطت دروس لكل الأزمان. القوة مش بالحجم ولا بالجيش، القوة الحقيقية في الاستراتيجية والتحالفات والموارد. أحيانا فكرة واحدة، وحدة قبائل، تغير مجرى التاريخ. ببساطة هي لا قصة نفط ولا قصة دين، دي سياسة ذكية. تعرف امتى تستخدم القوة وامتى تستخدم الفكرة وامتى تستخدم الفلوس. والدرس هنا مش للسعودية بس، درس لأي دولة فاكرة ان الشعارات لوحدها بتكفي، او ان الصوت العالي يغني عن التخطيط. السياسة مش خطبة، السياسة شغل تقيل، واللي يفهمها هو اللي يكمل. هو الدولة بتتبني ازاي؟ لا بالشعارات ولا بالهتاف. الدولة إدارة، حساب، وناس عارفة انها هتتحاسب. غير كده هتفضل تشرح فشلك على علم الطولة. سلام. وقبل ما تزعل راجع الخريطة.